الزمالك الفترة دي بيعيش أحلى لحظات حياته، بصراحة أنا واحد من الناس عجبني جدًا مستواه قدّام بيراميدز، قدّم كرة جميلة، بصراحة تحس إن الكرة حلوة، لأول مرة أحس إن الزمالك زي ما المثل بيقول زمالك مدرسة لعب وفن وهندسة، قدّم كرة جميلة جدًا فعلًا. مش هنتكلم على ماتش بيراميدز لكن هنتكلم على الأخبار المهمة جدًا للزمالك، خليكم معانا لنهاية الفيديو. هنتكلم على حسام عبد المجيد، شيكو بانزا، آدم كايد اللي هي الخطة البديلة اللي جاية. كل ده هيكون معاكم مع قناة صوت الملعب. اهلا وسهلا بكم بقناه صوت الملعب. لاول مره تسمعنا نتمنى تشترك بالقناه، ولو مش هتشترك ادينا لايك. اول حاجه الزمالك عملها ان هو عمل خطه تسويقيه جميله قوي لشيكوبانزا. الزمالك زي ما بيقولوا عرف من اين تؤكل الكتف، زي ما المثل دايما بيتقال، اللي هو عايز ينزل شيكوبانزا بالتدريج لنهايه الموسم ويبدا يبيعه. هو بيعمل له خطه تسويقيه عشان يستفيد بيه ماديا، بعيد بقى عن الفكر بتاع زمان مشاكل وعقوبات. لا 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 لا، احنا بنعرضك وبعد كده هنبيعك ونستفيد بيك ونستفيد بالفلوس ونعنش النادي ونفك الازمات والمشاكل. طب السبب ايه؟ السبب ان شيكو بانزا في شويه دلع، هي عقوبه انضباطيه، هو اللاعب مش منضبط معاهم، عشان كده الزمالك قرر ان هو يسوقه ويبيعه خلاص، ودي حاجه كويسه جدا. الخبر الثاني وهو حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد عقده هينتهي السنه دي، وحسام عبد المجيد من الناس الحلوه ومستواها ثابت ولاعب مدافع رائع بصراحه وطلع بسرعه. حسام عبد المجيد حط شرط واحد بس، قال لهم يا جماعه لو جالي عقد مناسب ليا وليكم بلاش الشروط التعجيزيه، بس لو جالي عقد كويس في الاحتراف بره احترف، وغير كده مفيش اي مشاكل. والزمالك غالبا هيوافق لان اللاعب فعلا ممتاز، والزمالك محتاج مجهود، وجنب محمد اسماعيل جنب مثلا عمر جابر، كل ده هيظبط الدنيا بالنسبه للزمالك. ورا كمان مع حارس مرمى كويس طبعا زي صبحي هيبقى كويس، الزمالك هيبقى دفاعيا كويس. الخبر الثاني وهو ادم كايد. ادم كايد خلاص هو جاهز للمباراه اللي جايه اللي هي مع الاتحاد السكندري، وهيبدا بالمدرب كمهاجم. وادم كايد لمساته حلوه في الكوره، برغم ان اللاعب دوت يعني تحس ان انتاجه شويه قليل، بدا يظهر بس الفتره الاخيره، لكن لمساته حلوه في الكوره، تحس كده ان انت حابب الكوره تجيله وتتفرج عليه. بس كمان ما نقدرش ننكر حق ناصر منسي، لان ناصر منسي مهاجم زي ما الكتاب قال، مهاجم فعلا رائع رائع رائع، اديله اي كرة هيعرف يحركها ويجيبها جول. لا مهاجم ممتاز. واحد زي ناصر منسي ده على فكرة مكانه في المنتخب، مش عارف ليه هو اصلا متجاهلينه، مع انه هو رائع، راجل فاهم يعني ايه كورة، فاهم يعني ايه تهديف، فاهم يعني ايه هجوم. بصراحة هو من الناس اللي مش واخدة حقها بالنسبة لخط الهجوم. هو طلع مرة واحدة وبعد كده نزل تاني مرة واحدة، وبدأ يرجع لمستواه الأيام اللي فاتت دي كلها، الكام مباراة اللي فاتوا. لكن هو غالبا أو عامة لاعب فاهم كرة كويس أوي أوي. الزمالك دلوقتي بيعيش نشوة الفوز، وهو متصدر الدوري ولمساته حلوة في الكورة ومعتمد جمال. يا جماعة كي بيرسون كلمة السر معتمد جمال. معتمد جمال زي ما أنا قلت في كل فيديو كان لاعب حلو ومدرب أحلى كمان، راجل فاهم كوره. ومن الواضح اللي هي مش قصه كوره بس، ان هو اسلوبه كويس مع اللعيبه، واللعيبه طالما المدرب اسلوبه كويس معاهم اكيد هيحبوه، مش هيعملوا زي مدربين تانية اما تتغلب يقول لهم انتوا بتتامروا عليا ولا ايه. اللي عايز يعرف مين اللي قال كده يا جماعه يبعت لي في التعليقات وانا اقول لكم. المدرب اللي اول ما الفريق اتغلب بدل ما يناقش الهزيمه كانت ليه بيقول لهم انتوا بتتامروا عليا ولا ايه. تهريج بجد. نتمنى التوفيق لكل الأندية المصرية، عايزين الكرة تطلع للعالمية. كان معكم هاني محمد من قناة صوت الملعب، ما تنسوش الاشتراك. شكرا لكم والسلام عليكم.